بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قبل که اگر خود حس که درس 133 هم دخوینن اش كتاب ميا التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية يا زاناي باريس ابن الرشيدي رحمه الله تعالى. ام يدقهشتنا شمتنا واسطية اش قوتنا شيخ الإسلام رحمه خد سربة قبل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة. قال الشارح رحمه الله: قوله بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق إلى آخره، فإن اعتق رقبة مؤمنة فيما يشترط في العتق إيمان الرقبة أجزأت الرقبة الفاسقة، فقد دخلت في اسم الإيمان المطلق وإن لم تكن من أهل الإيمان الكامل. فالفاسق يدخل في جملة أهل الإيمان على سبيل إطلاق أهل الإيمان، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية. فالفاسق لا يسلب عنه اسم الإيمان على الإطلاق ولا يثبت له على الإطلاق، بل يقال مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وحقيقة الأمر أن من لم يكن من المؤمنين حقا يقال فيه إنه مسلم ومعه إيمان يمنعه من الخلود في النار. الفير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه خود السربة دليل که دیج سرهند بمعینات کو انسان بگناه کافر نابتن. اگر گناه وی نگهتن حد هنده کو اوی کافر که توش اسلام درخد و که کفر مازن و شرکه و هر وصا کو الحاد و وان بابت هنیت مازن کو اوی بگناه که اوی هنی کافر نابتن. گو دلیل که دیج سروی چنده هنه کو کس فاسق یه کو بصرمان و گناهکار اش بن ناو ایمان نادر کبت و ناو ایماندار و بصرمانش سروی نارابط. گو خود تعالی وقت دوی آیت دا بحثی هنده کری کو اوی مروف عبده که ایماندار آزا بکتن، عبده که ایماندار آزا بکتن. گول ویره اگر کسک بشتن عبده که ایماندار یه ایمان آوی درست بد و کامل بد آزاب کت هر اف چنده دیش سروی رابط. و اگر کسک بشتن عبده که علیکم السلام و رحمت الله یه گناهکار جا آزاب کتن هر کو اف چنده هنی دیش سروی رابطن و وی چنده هنی دیت بجهینانه کو اوی عبدک آزا کر. گود دوی آیت هنیش دا خود تعالی عز و جل بحثی ایمان دارد کد اوید کو ایمان آوان کامل بینن. گوتی ابتنی او ایمان داری بدرستاهیه اوی الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. وقت بحث خود تعالی تذکرنه دلت وانا الطرست کبن حتی دماهی کش آیتی. اذن کسی فاسق که اوی ناو ایمان السروی نایت را کرنه و هر وصا ناو ایمان کاملیش السروی نایت دیناتنه. بله ده چه بیشن؟ ده بیشن ایمان داره که ایمان اوی ناقصه، ایمان داره که ایمان اوی ناقصه. ایمان الدفی و هی او باریب خود تعالی تینتن و توحید اوید که تو کافر نبیه ده بیشن او ایمان داره و ایمان هنه و فاسق جی و گناهکار جی و گناهه او کو اوی کری. و گود حقیقتا وی بابت هنیجی اگر کسک نش ایمان دارد که یه حق بتو یه درستاهی بتن که اوی ادبیجن اوی بصرمان، ادبیجن اوی بصرمان هر چند او ایمان القلبی جی هی او ریگری الوید کتن
بوش مانا ات آگیر جهنم دا چکو ما دایره اسلامی هی دیو دا یا سر ویرا دایره ایمانه دیو دا یا سر ویرا دایره کویا احسانه شيخ الإسلام رحمه خود سربت الديفرات متنه دا قد وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا بوش الفيري ناكفتت بن بابته في آيات دا ناكفتت بن وت آيات دي دا كت بن قد شكد في آيات دا خود تعالى بحسيوان إيمان دارت كت أود كو إيمان وانا كاملا أود كو إيمان وانا كاملا وهر وصا خوش قلناها وبأمري رب العالمين دير خستين اجبر هند بأداة حصرينات قد خود تعالى كو إيمان حصر كرد وان إيمان دارت هندا قو إيمان دارت بدرستاهي أون وقت بحثي خود تعالى تذكرني دلت وانا بترصد كفن وقت آيات خود تعالى بوانا تينا خاندن إيمان وانا زيادت بطن قوله إنما أداة حصر تثبت المذكور وتنفي ما عدا أداة حصر بوفي معنى تيتن أو هاتي بحث كرني أو معنى ثابتت كت وهر وصاش غيري ونفيد كت يعني وقت خود تعالى قلت إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم يعني بتني إيمان دار الدرستاي أبنا أو تدفير دا بحثي وصفي وانا هاتيا كرني المؤمنون أي الإيمان الكامل المأمور به كو إيمان دار أو كو إيمان أو كامل أمر الوهاتي كرني في إيمانهاني أو بيرابيا وجلت قلوبهم وجل يعني خافة يعني كوافيها ترصاي وجلت قلوبهم يعني خافت قلوبهم يعني الدليب ترس كثير زادتهم إيمانا فيها دليل على أن الإيمان يزيد وينقص أفاجش وان آياتنا أو تبالغو دليل السرهند كو إيمان زيدا وكيمت بتان وعلى ربهم يتوكلون قوله يتوكلون أي يفوضون أمرهم إلى الله ففيها فضل التوكل وأنه من أجل أعمال القلوب وفيها دليل على أن الأعمال الظاهرة والباطنة داخلة في مسمى الإيمان شرعا فكل ما نقص من الأعمال التي لا يخرج نقصها من الإسلام فهو نقص في كمال الإيمان الواجب كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الفيري خدي تعالى اش وصفت إيمان دارج بحثي وانكر قاو التوكل خد نرسل رب العالمين وشولت خد هيلم هيفيا خدي تعالى با ادفعت دا بوما بحثي فضل التوكل جتذكرني وهذا بابت عبادت التوكل ايكش قدرترين وهر وصا باشترين عملنا يدكو ابدل خو مروف بعبادت خود تعالى كتن ودفعت هندا دليل جسر كو عملت الظاهر اود مروف سر بهيفت كت ويد باطن اود مروف نفسينجي خو دل خودات كت حميشت كفن بالناف ايمان ذا يعني ايمان قوتنا وايمان هر وصا كو ايمان قوتنا بازمانيا وعقيده ابدليه وعمل بجوارحها بسربهيه مروفي وهر وصا الناف دهيه مروفي ذا قفا كل ما نقص من الأعمال قلت هندي هر ايك هبتن او كو كيمت كتن اش عملي او نقصانية و خدا نخوش اسلام نادرخت هنگ او نقصانيت كاملية ايمان واجب دا يعني يال سري بي او چنده نكت ايمان ويش ويت خاصت والسري واجبت كت او في گناه خوش دير بخت بله او هات اف گناه هنه کر و جا وقتی اف ایمان اف گناه هنه کری هنگی او نقصاک بید چه تشتی دا کد او که ماسی او نقصاک بید ایمان اوی دا کد بله اف نقصو که ماسی هنه ناگهتن حد کفره هر وصای شرکه هر وکی پیغمبر علیه الصلاة والسلام في حدیث هنه دا گوتی نینه کسی زنا کر وقت زنایت کتو او ایمان دار بتن نینه کسی زنا کر وقت او زنایت کتن أو إيمان دار بتن فالمنفي في هذا الحديث كمال الإيمان الواجب أود في حديث هندا پیغمبر عليه الصلاة والسلام نفيد كتن نينا كس الزنا كر وقت الزنا كتو أو إيمان دار بت أو بحثي هندية يعني إيمان كامل نبحثي هندية في قلنا هني كناف إيمان السروي رابي وأصل إيمان الدفي فنما وفي قلنا هني كافر بيت شكو بنصوص دي أو بما في حديث هني وفان حديث هني شرح الشلوفات كن اتفتنا عم جمعتنا بين هردو كاداب كن كو أفيا كو خد تعالى القرآن دا وهر وصف پیغمبري حديث دا
عليه الصلاة والسلام بحثي خدا ندوان گناهت هنه کری الگل هندش ناو ایمان یدینای سروانا. إذن أوهات النفي كرنت في حديثه دا قلت أو نا إيمان داره بحثي هنده إيمانا كامل. فلا يطلق الإيمان على مثل أهل هذه الأعمال إلا مقيدا بالمعصية أو الفسوق. إيك خدا نفان قلناه تهني الزنا وعراق ودزية وبابتا كيدي ناو إيمانا كامل ناكبت سروي إلا تبيجي أفا إيمان داره دي چه بيفا مقيد كيو گريدي إيمان داره كي گناه كاره ایمان داره که ایمان خبله و گناهانی فاسق بیا و شریک راستی درکتی فیقال مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته فيكون معه من الإيمان بقدر ما معه من الأعمال الباطنة والظاهرة فيدخل في أهل الإيمان على سبيل إطلاق أهل الإيمان كما تقدم في قوله فتحرير رقبة مؤمنة. ناوی دی کبتت نافی ایمان داره ده نه ایمان داره که کو ایمانوی کامله بله ایمان داره که کو ناو ایمان السرویه اویج گل هندک شولت خلط و ید خطر ید کرین کو اولی کری حتی ایمانوی کامل ببتن. هر وقت دفاع تهانیش ما بحث کری ما گوت الفیری وقت خود تعالی گوتی بلا عبدک آزا کتن عبدک ایماندار عبدک کوی ایمانوی کامل آزاب کت یعنی عبدک ایمانوی نقصانی تدا آزاب کت هر اوی عبد آزا کرد و امر خود تعالی بجه اینات و کفارتا چه گناهیه هنگی اف گناه هنه دل سروی رابطن. وأما المؤمن الإيمان المطلق الذي لا يتقيد بمعصية ولا فسوق ونحو ذلك فهو الذي أتى بما يستطيعه من الواجبات مع تركه لجميع المحرمات فهو الذي يطلق عليه اسم الإيمان من غير تقييد. اما ایماندار او ایمانای مطلق یعنی بحثی او ایمانای کامل کیا او ایمانداره اول گل مروف نابشت اف ایمانداره گناهکاره یا نف ایمانداره فاسقه بله او ایمانداره او ایمانای کامل او کوهاتی واجبات رابی والگل هندیجی خوش محرمات دیر کری اها ناو ایمان مطلق و کامل دکفتن سروی بیت تو قید بکی و گریدی بابت هنده و که ایمان اوی نقصانیت دا یانجه اویها گناهکار یانوان بابتا. فهذا هو الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. سحكي جداهي بك نابين فان هر دو ناوت هنه دا فهذا هو الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. قد أبي جداهي اتناف بين كو اوی دا اوی ایمان اوی مطلق الإيمان و اوی ایمان اوی یا مطلقه يعني مطلق الإيمان إيمان المطلق فرقنا بين فان هر دو كلمة هني داي هاي كو مطلق الإيمان بحثيوية أو كو جناه كري هر نوع إيمان السر بل نوع إيمان السر ينرابيا والإيمان المطلق أو إيمان أو كامل أو خوش جناه دير خستي أو معنى فان هر دو كلمة هني تجداهيتنا بين هر دو كذا. الثاني هو الذي لا يصر صاحبه على الذنب يدوي او ما قلتي الإيمان المطلق او إيمان او كامل او خدا نوي نمصر بیا سر کرنا گناه اگر گناه کر بشه اکثر یه توبه کریم اکثر یه توبه کریم ایمان او کامله. اما یه ایکه او ما قلتي مطلق الإيمان هو المصر على بعض الذنوب او هنده گناه کرین و هر وصا مصر بیا سر کرنا وان گناهان و توبه نکری. فمطلق الإيمان هو وصف المسلم الذي معه أصل الإيمان الذي لا يتم الإسلام إلا به فلا يصح إلا به. إذن أو مطلق الإيمان أو ما قلت إيمان أو نقصانية دا وكيماتية دا إيمان أو نإيمانك مطلقة بل مطلق الإيمان أو بصر مانايا أو أصل إيمان الدبهي أو كو إيمان مروي إسلام مروي بيت تمام نابت إلا بچنده بت يعني توحيد الجلا إيمان الجلا إسلام الجلا بل الجل هند الشيطان حيل خوالي كري أبي هني شوي قلنا يذكرين. والمرتبة الثانية مرتبة أهل الإيمان المطلق. أما مرتبة دوية مرتبة أهل إيمان أو إيمان كامل أو إيمان كامل الذين كمل إسلامهم وإيمانهم بإتيانهم بما وجب عليهم وتركهم ما حرم الله عليهم وعدم إصرارهم على الذنوب فهذه المرتبة الثانية الذي وعد الله أهلها بدخول الجنة والنجاة من النار. انتهى كلامه رحمه الله. أما مرتبة دوية أون أود إسلام وانا كامل بيها وإيمان وانا تمام بيها
و پی رابین او خود تعالی سروان واجب کری و خوشویدی خستین او خود تعالی سروان حرام کری و او مصر نبین سر کرنا گناه اف اهل مرتبه دوی اف اون اوید خود تعالی وعد دایوانا اف چونا بحشته و بخلاص بینا شاگیر جهنمه بی بین عذاب دانه و بی بین عقوبه دانه نوکی مرتبه ایکنه اوی که ایمانوی مطلق الإيمان. شيخ الإسلام رحمه خود سربت متن واسطية دا حديث أف حديثها نبو مئينة بكاملي قد قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. پیغمبر علیه الصلاة والسلام بحثی خدا ندوان گناه تهانی کر گنین وقتی که شوانا کو گناه که شوانات که تو او ایماندار بدن مقصد پیش بری او ایماندار بدن نه نفی کرنا اصل ایمانه بل نفی کرنا کمال و کاملیه ایمانه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. اب حديثها نقل برا كو دليل السر هندجي كو عمل جهرت كفرت بن إيمانه با يعني رد السر خوارجش دو وجهه وجهه كيبا كو اويا انسان بوان گناهت هنه كافر نابتن شرح كرن و شلوفه كرن وان نصوص دي وجمع كرن بالقلب و يا دويجي كو اويا عمل جد كفرت بن إيمانه با عمل جي اتكفنت بن إيمانه يعني چا قوتنش إيمانه چاوا عمل دلش ایمانه وصای جوارح مروفي واندام دلش مروفي او جيش ایمانه. فلولا ان ترك هذه الكبائر من مسمى الايمان لما انتفى اسم الايمان عن مرتكب شيء منها گو اگر عمل نش ایمان با گوتها پیغمبر علیه الصلاة والسلام کرناوان گناهت هنه ندکر بلگه و دلیل بوهنده که اوه ناو ایمان کاملش سر مروفی راد بدن ناو ایمان کاملش سر مروفی راد بدن بله وقتی که عمل جهرش ایمانه که هینگه بمعنی کرنا عملکش وان عمل اوید گناه تیدا و سروی واجب بی او خوشوان دیر بخد بله او چوکر هینگه ناو ایمان داره یه ایمان های مطلق و کامل دش سروی رابطن. لأن الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان المسمى أو واجباته والمراد بنفي الإيمان نفي بلوغ حقيقته ونهايته. چكو هندي ناو إيمانش مروفي ناعد نفي كرنه إلا بنفي كرنه هندكش ركنت كويد ناوه يانجي واجبات توير ومقصد بد في حديثه هنيش داش نفي كرنه إيمانه اش خدانت وان گناهت هنه یعنی اوه ایمان آن نچویا گوپید که او ایمان آن ند حقیقتا ایمان یا درسته هیدا او ایمان آن نیا کاملا بله اوانا گناه و به امری خود تعالی يذكرين. وفي هذا الحديث الرد على المرجئة والجهمية ومن اتبعهم الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ويزعمون أن الإيمان لا يتفاضل وهو إما أن يزول بالكلية أو يبقى كاملا وقولهم ظاهر البطلان. فقد دل الحديث على أن الزانية وشارب الخمر ونحوهم حين فعلهم المعصية قد انتفى الإيمان عنهم. اف حديثه هنه كاتشوا رد سر خوارج جي پیامبر عليه الصلاة والسلام بمتدا ديات كد كو عمل جي اش ايمان او هر وصا ايمان زيده وكيمت بتن هر وصا رد سر مرجئه وجهميه واويت الديفانه شون اويت هاتين قوتين خدان گناها هما ايمانوي يا كاملا چه تأثير الگناهوي نابتن و چه جداهینینت ناف بین اهل ایمان دا بله ایمان کسی که گناهکار و ایمان جبریلی وکیه که یعنی ابو بکر راضی بین خود سر بتن وکیه که النگوان طایفت هنی سر دا شوی گوت ایمان یان بکلیانش دف مروی ود چتن یان جو کامل دف مروی ود یعنی نینا کو اوه درکی را مروف ایمان دار بد درک دیرا گناهکار بتن و شیخی گوتناوانجی بطلان و پیچاتی اوی یا ظاهره و هر وصا یا دیاره که اف حدیثه هنه دلیل السر هنده که پیغمبر علیه الصلاة والسلام دگهینت ما کسی زناکر کسی عرق وخار کسی دزیکر کسی تعدایل خلقت کتن هنگ اوه هنه وقت اوان گناهات کتن
هینگ ناو ایمانش سروان راد بدن، یعنی ناو ایمان کامل سروان راد بد. چکو پیامبری گفت نینا مروف زنا کر وقت زنایت که تو ایمان دار بد، نینا مروف دزی کر وقت دزیت که تو ایمان دار بد، نینا کسی عرق بخور وقت عرق بد خود ایمان دار بد، نینا کسی تعدای الخلقت کتن اتمال خلق دا و تعدای شوانستین تو ایمان دار بدن. وقد دلت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة على أنهم غير مرتدين بذلك، فعلم أن الإيمان المنفي في هذا الحديث وغيره إنما هو كمال الإيمان الواجب، فإن الله ورسوله لا ينفي اسم مسمى شرعي إلا بانتفاء بعض أركانه أو واجباته. نصوص القرآن والسنة بلغت القرآن والسنة دلیل سر هنده که خدا ندوان گناه مرتد نابن، هندی او وان گناه حلال نکن بخوا ابتن شیطان حیله خواهی کری اوت کتن، بلی ناید بیشتن بوم حلال و از وان گناه بکن، هندی او بیچنده هنی نکتن او کافر نابتن و ناو انسان ناو ایمان بکلیانش سروی نارابتن، بلی دی بیش ناو ایمان داره که کوی گناه کاره او نفی کرنا ایمان جاوت حدیث دهاتی نفی ایمانا کامله. قوله نهبة ولا ينتهب نهبة بضم الميم هو ما ينهب، والمراد المأخوذ جهرا قهرا. أفا نهب كمال عالم نهب كتن أفاش دزيه فرقه كو أفا چتشتا قوابت ايتن هما بعلني وبتعداي مال عالم جيستينتن نوكي دزيكاريات چتش دزيكي و استينتن. ذات شرف أي ذات قدر عظيم كو يبقدر خدان قدره، يرفع الناس إليها أبصارهم يعني ينظرون لعظم قدرها، يعني ساحت كني جاوك قدر ساحت كني وابد شتن كو مال عالمي كو جستينتن بتعداي. شيخ الإسلام رحمه خد السربة السربة حديثه هنقول ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. اف کسی وصای گناهکار نناو ایمان کاملت که سروی تو بیش ایمان داره که ایمان آوی کامله و نناو ایمان کاملی سروی راد بزجید چکو اوی که نهاتا کفر که مازم بکت یا شرکه که حتی کافر ببد حتی ناو ایمان سروی نمیند بله شیطان حیله خواهی لیکری یه هاتید ناف هنده گناه ده هاتیه پیس کرنه. قوله ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان فإن الله سبحانه وتعالى أطلق عليه الإيمان كما تقدم من قوله فمن عفي له من أخيه شيء، وقوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا يعني أبا قتل شر كشتنج بين فان هردو دستكادا يه صادر بيه القال هنديش خد تعالى ناوه إيمان الدين السروانا، يعني بمعنى بقولناها انسان کافر نابتن هندی گناه وی نشتن حد کفر مازن و شرک مازن یا نوی گناهان بخو حلال نکتن. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق عليه الإيمان كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم الحديث. پیغمبرش علیه الصلاة والسلام ناو ایمانداری دیناتی سر کسی گناهکار گوتی هر کسی که شو کو حقق و حقوقك الدف برای خواهد برای وی ظلم لیکری یعنی سحکه برای وی ظالمه بله پیغمبری ناو برا دینا سر گو من كانت لو عند اخیه یعنی بمعنی چه یعنی وان گناهت هنی ناو ایمانش سروی نارابطن گو هر کسی که کو حقك براي سرها من كانت له عند أخيه مظلمة قلت يه حق حقوقك السري كدو هبن بلا گردن أخواب اي كدو بندن آزاكرني أبروكه هيش الدنيا دا اجبالي كو صباحي روجك بيتن دينار ودرهم وزير وزيف الوير نينا وفايدي المروفي ناكت الحديث إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على إطلاق الإيمان على الفاسقين. قوله ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان إلى آخره خلافا للمرجئة والجهمية ومن اتبعهم فإن الإيمان عندهم لا يقبل الزيادة والنقصان. يتواكي مرجئة وجهمية لنكوانا إيمان زيادة وكيم نابتا هما إيكا يعني إنسان إيمان دارا يعني كافرة أبيرانجي بل هو شيء واحد يستوي فيه جميع المؤمنين من الملائكة والمقتصدين والمقربين والظالمين
وقد سبق ذكر مذهبهم والرد عليه. اجبرينو كما بحث مذهبه وان يخراب كر وهر وصقو من رد وان جكر. قوله فلا يعطى الاسم المطلق أي لا يعطى الفاسق اسم الإيمان المطلق، أي الكامل الذي صاحبه يستحق عليه دخول الجنة والنجاة من النار، وهو فعل الواجبات وترك المحرمات، وهو الذي يطلق على من كان كذلك بلا قيد، فلا يطلق على الفاسق الإيمان إلا مقيدا، فيقال مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان، فلا يسمى مؤمنا إلا بقيد، وهذا الذي يسميه العلماء مطلق الإيمان. أبي جناحكار اتبجن مطلق الإيمان شكو إيمان أوي نقصانية داوي جناح كرين. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: والتحقيق أن يقال إنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق، فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق، واسم الإيمان يتناوله فيما أمر الله به ورسوله، لأن ذلك إيجاب عليه وتحريم عليه، وهو لازم له كما يلزم غيره، وإنما الكلام في المدح المطلق. انتهى كلامه رحمه الله. ادفي قلتنا هنجلا شيخ الإسلام رحمه خود سربتا كوت مجموع الفتاوى دايهات يا نقل كرنه دي سبب بحثي في بابت هنت كتن كو كسي گناهكار ناو إيمان بكليان سروي نارابتن، بل دي بجنا وي كسي كوي خدان إيمان كامل او رابي بأمر خود تعالى و پیغمبری وی و واجب بجهينات و خوش حرامي دير كريم. جا وقتی اوی هنه هندك واجبات هيلت يان جه هندك گناهات كتن ابوی چنده هنه نقصان الإيمان ويت كبت، بل ناو إيمان بكليان سروي نارابتن. قوله ولا يسلب مطلق الاسم، يعني أبي ناو إيمان بكامل سروي ناية راكرنه، كما تقدم إطلاق الإيمان في الآيات عليه وكذلك رسوله، فيطلق عليه الإيمان مقيدا، وكذلك رسوله. محقق رحمة خذ السربة شيخ ياسين العدني قد شدبتن يا صواب ودرس أبي، وكذلك في سنة رسوله، يعني أبيت قرآن دا والسنة بيامبري دا عليه الصلاة والسلام هو صمبورا ناو إيمان سروي نارابتن كو أبي أصل إيمانه، فيطلق عليه الإيمان مقيدا كما تقدم، فيقال مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، ويقال مؤمن ناقص الإيمان. وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة خلافا للخوارج والمعتزلة. أما ما جاء في بعض الأحاديث من نفي الإيمان عن بعض العصاة فالمراد به نفي الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان كما تقدم. أما أوهاتي هندك حديث هذا إش نفي كرنا إيمانه إش خدانه هندك قلناها مقصد بالوير إيمانا كاملة نكت بيجي أصل إيمانه. ونمنا بيامبر عليه الصلاة والسلام بش لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قلت إيك شوى إيمان ناينة، إيك شوى إيمان ناينة حتى كاتشبو خاد فيتن وصبوا براي خوش فيتن. أبي حديثه هن نفي كرنا إيمانه نفي كرنا أصل إيمانه، يعني بإيك جار أو نا إيمان داره و اویچکو افتشته بو برای خانه ویا بو خواه پیویده کافر بر نه. اوه مجرد چه تشته که اوه ایمان ناینتن ایمان آوی نکامله، ایمان آوی نکامله و گنهی یا و فعلهانه اووی کری. قال الشيخ تقي الدين في كتاب الإيمان: الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات، ومن نفى الله ورسول عنه الإيمان فلا بد أن يكون ترك واجبا أو فعل محرما، فلا يدخل في الاسم الذي يستحق أهل الوعد دون الوعيد. انتهى كلامه رحمه الله. كتاب أخوة الإيمان داد بشت اگر ناوه إيمان مطلق هات، يعني هم خود تعالى قلت إيمان داره اتقوتنا خود تعالى ويا پیغمبری ویدا ایمان مطلق بو هندتت اوه کرابیه بواجبات و خوش حرامی دیره خستی اوه که خود تعالى و پیغمبری و ناو ایمان جه نفی کرد الا لابد اوه یان واجبه که هلاتی یان جو که اوه گنهک یکری. اینگه اف کسی هنه ناک هفتت بن ناوه وانا و اوه کیش که اوه که مستحق وعده بینه، يعني بإكساري كوافي هاني بشتم بحشتي وبي بيتنا عقوبة داني بله ديد بن أهل وعيد فابت أهل وعيد تشا أو قناه كارا يا خدي تعالى بحسي عقوبة قناهاوية كري يفي قناه بكتن ديتنا عقوبة داني بجال قيامات يان خدي تعالى ديوي عقوبات تنسارا قناهاوي شكو خدي تعالى قد بيه في قناه نكا
خاك خدي تعالى بفيج الديوي كو عفيكتان. قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: الإيمان المطلق لا يطلق إلا على الكامل الكمال المأمور به، ومطلق الإيمان يطلق على الكامل والناقص. قو إيمان مطلق تبيش في إيمان داره هني إيمانوية كاملة أفنا وناكف السرچكسي إلا أو بتأيب درستهيب أمرت خدي تعالى رابية. أما ناف مطلق الإيمان تبيش مجرد أو إيمان داره كافر نبيه و اف ناوی هنی دکه سر ایماندار کامل جی و دکه سری اوی گناه جکرین. ولهذا نفي الإيمان المطلق عن الزاني وشارب الخمر والسارق ولم ينفع عنه مطلق الإيمان. اش برویش هنده هنی ناو ایمان کامل سر خدا نوان گناهت هنی رابیه، بله اما تو بیش ناو ایمان کلی وش اصل ایمان سروان رابط نه مانو کافر نبینه حتی ناو ایمان سروان رابطن. لئلا يدخل في قوله والله ولي المؤمنين، ولا في قوله قد أفلح المؤمنون، ولا في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هر چند ناکفتت بنوان آیتا و اوی هاتی گناه کری ناکفتت بنوان آیتا و اوی دوان آیتا دا که خود تعالی بحثی ایمان دارید کد اوی ایمان اوی کاملا بله دکفتت بنوی آیتا و فتحرير رقبة مؤمنة، وهر وسط دكابتت من فئاته وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا بوشي شكو أبا أون أود قلنا كيرينو خدي طالة ناف إيمانه يدين سروانا. أما أود تشبري هنجي أون أود مصرنا بين السر قلنا سر طاعات رب العالمين خدي طالة ناف إيمان بكاملي السروانا يبحث كري. فلهذا كان قوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا نفيا للإيمان المطلق لا مطلق الإيماني. آش بر چنده هنه دلیل سر چنده وقت اعرابی ها گوتی ما ایمانی ندی شنی هاتین بسرمان بیبین هاتن گوتن ما ایمانی ندی. خدا تعالی گوت پیغمبری علیه الصلاة والسلام تو بی جوان و هیچ ایمان نینات ایمان اب کامل بله بیشن امید بسرمان بینه هینت هاتین و شهده دای بله اما ناو ایمان اب کاملی بکفتن سر و راست هینت بسرمان بینه و ایمان ایناتی بله ایمان و نه ایمان کامله ایک هاتی و تناف اسلام دا و بأمر و نهی حمیه رابی وان بابتا حتی که ناو ایمان کامل بکفتن سروانا. الفیر خود تعالی ناو ایمان کامل السروان نفی کر بله ناو ایمان بتن سروان نفی نکر که ایمان دارن بله که ماسیت هین که ماسیت هین لوجوه ساقها فالإيمان المطلق يمنع دخول النار ومطلق الإيمان يمنع الخلود في النار. إيمان كامل منعت كتنش چونا تا بو چونا جهنمه اتبت ريگريت ريكهاندي دا انسان بشت جهنمه دا چكو إيمان يا كامله. اما او إيمان نكامل او هنبتن منعت كتنش هنده مروف هر نمينت تآگيري دا چكو اهل توحيد اهل إيمان اهل شهددان لا إله إلا الله هر چند گناه تين بل في توحيد هنه في إيمان هنه كو افت بت ريگريت ريكهاندي دا او هر مينت تآگيري دا. فإذا قيل الفاسق مؤمن فهو على هذا التفصيل انتهى. اگر بيجن كسي فاسق جي ايمان داره هاو دي في تفصيل هنه او كما بوراندي الفيري قوتنا ابن القيم رحمه خود السر بدماهي كات وهر وصا كو ام الفيري بدماهي كات نجفي فصل هنه حميه يلسر ايمانه وبحث ايمانه انك اهل السنه والجماعه والرد السروان طائفه او السر دا شوينت بابت ايمانه دا يتوكي كو خوارجة ويتوكي معتزلية ويتوكي مرجئة ويتوكي جهمية وأفانت هني اگر خود حسكتن درس بيتن ام ديشنا فصلة كي نيش بكتابه هني او جد بما بحثي فضل صحابية پیغمبري كتن عليه الصلاة والسلام وتعامل ما برنبري صحابية راضي خود السروان بتن. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.